كان زمان في عهد سيدنا موسى عليه السلام في واحد اسمه قارون، وده مش أي حد، ده كان من بني إسرائيل نفسهم، يعني من قوم سيدنا موسى. لكن بالرغم إنه كان من نفس العيلة قلبه ما كانش زيهم، كان قلبه مليان كبر وحب للدنيا. قارون كان من أغنى الناس اللي اتذكروا في التاريخ، لدرجة إن القرآن بيقول إن مفاتيح غذائه بس كانت تقيلة على مجموعة من الرجال الأشداء يشيلوها. تخيل كده معايا، ده المفتاح مش الدهب نفسه، ده المفاتيح بس. وده يورينا قد ايه ربنا اداله ثروة مش طبيعية، لكن بدل ما يشكر ربنا ويفتكر ان ده رزق واختبار من عنده، لأ، قلبه اتغر، بقى شايف نفسه اعلى من الناس كلها. كل ما حد يقوله يا قارون اشكر ربنا، الفلوس دي ابتلاء ووزع منها على الفقراء والمساكين، كان يرد ويقول انا تعبت واجتهدت وانا اللي جمعت ده كله بعلمي. يعني ببساطة نسي ان ربنا هو اللي بيدي، وان اي علم عنده ما هو الا منحة من رب العالمين. وبدأ قارون يمشي في الارض متكبر، يلبس افخم اللبس ويعمل مواكب عشان يوري الناس غناه، وكأنه عايز يحسس الفقراء بالذل والنقص. الناس اتقسمت قدامه، في الناس ضعيفة الايمان كانت بتقول يا سلام، يا ريت يكون عندنا زي ما عند قارون، ده حظه عظيم. وناس تانية مؤمنة كانوا بيردوا يا قوم ما تنسوش ان ثواب ربنا اعظم وابقى، اللي بيعمل الخير هو اللي بياخد الفوز الحقيقي عند ربنا. لكن قارون ما كانش بيسمع. في يوم من الايام خرج قارون على قومه في زينته متفاخر بنفسه، لابس اغلى الملابس والذهب وراكب مواكب كلها فخامة. الناس كلها بصت له باعجاب، لكن القلوب المؤمنة بصت له بحسرة وقالت ده غرور، ده مش صح. وهنا بقى حصلت النهاية اللي تهز أي إنسان. القرآن بيقول فخسفنا به بدار بالأرض، يعني ربنا أمر الأرض تبلعه هو وكنوزه وكل اللي كان متكبر بيه. في لحظة الدنيا اتقلبت، الأرض اتفتحت وبلعته وهو بيصرخ ومحدش قادر ينقذه. كل اللي كانوا بيتمنوا يبقوا زيه وقفوا مرعوبين وقالوا سبحان الله، ده ربنا بيرزق من يشاء ويمنع عن من يشاء. النهاية دي كانت درس عظيم، ان الفلوس مش كل حاجة، وان الغرور نهايته الهلاك، وان اللي معاه كنوز الدنيا كلها ممكن في ثانية واحدة يخسر كل حاجة. الفلوس والجاه مش عيب، بس لو نسيت ربنا وافتكرت انك اعظم من غيرك هيكون مصيرك زي قارون. وانما اللي يشكر ويشارك الناس ربنا بيبارك له في رزقه ويخليه نور ليه يوم القيامة.